منال بيعصبوني بقى وبيضايقوني قوي قوي قوي، مضايقني قوي يا منال. الو. ايوه يا منال. مساء الخير. مساء النور. انا حضرتك من الظاهر وكنت لجنتي في مدرسه الدليسان. الو انت سامعني؟ ايوه يا فندم. ايوه، فحضرتك كانت المره اللي فاتت القاضي تعمد عشان احنا في الظاهر ونسبه المسيحيين عاليه، وطبعا هنقول لا عشان احنا مش شايفين حاجه حلوه خالص من الناس دي. فحضرتك كان القاضي كان بيتلكك يعني لدرجه ان احنا كنا بنتحايل عليه عشان خاطر يعني ما يقفلش الباب وما يقفلش اللجنه زي ما عمل معانا قبل كده. ولما دخلت اتكلمت، هم 3 موظفين قاعدين جوه، حضرتك مشغل موظف واحد بس بياخد بطاقه وماشي واحده واحده. انا كنت قرب من الباب، قعدت 4 ساعات عشان ادخل، حضرتك عباره عن 200 عشان اقدر ادخل جوه اللجنه جوه. ولما دخلت اتكلمت بص لي الناحيه الثانيه وما عمليش اي حاجه. وكمان انا ليا اعتراض على حضرتك، ممكن اقوله؟ يا ريت. طب حضرتك احنا بنعزك جدا ومحايد وكل الحاجات دي. لا انا مش محايد. لا محايد حضرتك. لا مش محايد. المفروض حضرتك تاتي الانتخابات حضرتك اللي قعدت تقول محمد مرسي ونقدر نتكلم معاه ونقدر نشيله ونقدر نعمل اي حاجه. حضرتك دلوقتي احنا مش عارفين نعمل اي حاجه، احنا بنخاف ننزل في الشوارع. ليكي حق، انا غلطان. يعني انا مش عارفه، انا بجد ليه اعتبر على حضرتك، انا بسمعك عاتبيني زي ما انت عايزه. عتابك انا لما بفتكر الموقف حضرتك اللي انت سبت الهوا لما عرفت الفريق شفيق وحضرتك دلوقتي، احنا بقى نعمل ايه؟ يعني احنا ذنبنا في رقبتكم. صحيح. انت ليك كلمه ومسموع، ازاي تقول حاجه زي كده؟ طب احنا دلوقتي ذنبنا ايه؟ كلنا غلطنا، معلش يعني كلنا غلطنا. طب احنا اكتر ناس هتدفع الثمن الاقباط، حضرتك اكتر ناس هتدفع الثمن الاقباط. لا ما حدش هيمسكوا ابدا. لا اوعي تقولي كده، اوعي تقولي كده، ما حدش هيمسكوا ابدا. انا عايشه في الشارع وبشوف. لا ما حدش يقدر يمسكوا ابدا 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 مهما حصل. اللي هيدافع عنكم المسلمين اكتر. الشعب المصري مش ممكن يسمح لاقباطه المصريين ابدا باي اهانه، ودي شغلتنا احنا طول الوقت. انما انت عتابك في محله، واعتذاري لك كبير جدا، والكل اللي انا قلته دوت. لا بس ما كانش قدامنا غير كده وقتها، هم اللي زنقونا الزنقه دي، القوى المدنيه هي اللي زنقتنا الزنقه دي للاسف الشديد. الجيش هو اللي رشح احمد شفيق، يعني هو اللي قال لاحمد شفيق ينزل، فكانت ورطه جامده جدا جدا. انا اشكرك استاذه منال.